تخيل انك تقدر من غير ما تفتح باوربوينت في ثواني تعمل عرض شرايح احترافي ومن غير ما تكتب ولا شريحه. عارف لما يكون عندك برزنتيشن او عرض لاي حاجه وانت مجهز كل حاجه ما عدا العرض، يعني كاتب الكلام ومجهز بي دي افات ومواقع ودنيا، بس لسه ما ابتديتش في العرض، طبيعي هتقعد تفتح باوربوينت بقى وتقعد تكتب وتحط بقى سلايدات وما اعرفش وهي. انا بقى هخليك تعمل كل ده بتكة زرار. لا مش كده وبس، ده انا كمان هخليك حتى لو مش مجهز العرض اصلا، يعني مش مجهز البي دي افات والمواقع وكل الكلام ده، مش عامل اي حاجه خالص، انت على الله حكايتك تجهز كل حاجه وتعمل العرض في ثواني. ببساطه اللي يقدر يعمل كل ده هو بيج اون اي اي. هو برنامج ذكاء صناعي بيعمل عرض شرايح، وده عن طريق وصفك للفكره او نص او شرح، ويقدر يحول اي محتوى لعرض تقديمي منظم وبتصميم احترافي. لا وكمان تقدر تعدل عليه بسهوله جدا، وبيكون عامل لك في العرض صور ورسومات بيانيه وفيديوهات وحاجات كلها بالذكاء الصناعي، واحد محترف اللي عاملها. كمان تقدر تصدر الملف اللي انت اشتغلت عليه بصيغه بي دي اف او باوربوينت. تعالى بقى اوريك العظمه دي بتتعمل ازاي. تفتح من جوجل بيج اون اي اي، هيجي لك الويب سايت بتاعهم، هتدوس لوجن، هتسجل فيه. بعد ما تسجل فيه هتلاقي دي الواجهه بتاعته. ممكن تحول اللغه من انجليزي لعربي، هتيجي هنا بعد كده تختار اللغه، تنزل تحت 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 العربي، سيف. بص، لو عندنا المشروع او البرزنتيشن عن مثلا ماكينات الطباعه او المطبوعات او الكلام ده كله، وانا لسه ما جهزتش، مثلا هتكلم عن طبعه مثلا من نوع ريكو ومواصفاتها 1 2 3، بس انا لسه مش مجهز الكلام ده كله. انا لو مجهزه الموضوع هيبقى سهل. طب لو مش مجهزه، خلينا نشوف هنعمله ازاي. انشاء باستخدام الذكاء الصناعي. عندنا 3 حاجات: يكتب لك الموضوع هو وبعد كده تعمل اللي انت عايزه، تحول من ملف مثلا بي دي اف عندك جاهز يبدا يعمل لك عرض شرايح من البي دي اف، او حتى من لينك. احنا هنختار الموضوع اللي مش مجهزينه، وبعد كده هنكتب هنا ماكينة طباعة ريكو 900 ديجيتال. بعد كده كتبت اسم المكنة وانا عايز اعمل برزنتيشن عنها، فاديله سند. دلوقتي هو بعد ما عمل سيرش وجاب كل الحاجه بتاعتها، جاب لك عمل لك زي البي دي اف بتاعك عدده 10 صفحات موجود فيه كل بيانات الطبعه مواصفاتها بالتفصيل. هنعمل انشاء شرائح. دي الخطوه بتاعت ان انا افتح باوربوينت واقعد اكتب شريحه شريحه وتنسيق بقى ورسومات بيانيه وحاجات زي كده. فباختصار انشاء الشرائح. اتفرج بقى، هو دلوقتي شغال في انشاء الشرائح. هياخد له بتاع حوالي مثلا دقيقه كده يحمل، وهتلاقيه مره واحده شغال اهو لوحده. اعمل لك بقى احصائيات، اعمل لك حاجات احترافيه جدا. هو لسه بيحمل، لسه الحاجات دي بتحمل فمش ظاهره، بيكتب بقى وينسق. بس كده عمل لك المقدمه بتاعته: ماكينات الطباعه الرقميه ريكو سي 900. اصلا ما كنتش كاتب له ان المكنه اسمها سي 900، كنت كاتب 900 وخلاص. هو كتب لك ريكو برو، جاب لها الاسم بالظبط. جاب لك صوره المكنه، جاب لك احصائيات بتاعتها، الاداء، الجوده، نظره عامه. بعد كده جايب لك باقي الملف العادي، عرض الشرايح. الفكره نفسها ان في كل ده وفي كل التفاصيل دي وفي كل البيانات، حتى عامل لك هنا جدول في التفاصيل اللي هو لا جامد جدا. في دي صوره واقعيه على ارض الواقع. الفكره نفسها ان هو ده عرض احترافي جدا. انا لو واحد جاي ابيع لك المكنه وجاي اقدم لك برزنتيشن عن المكنه، انا ده محضر له بقالي شهر مثلا بحضر فيه بالتفاصيل دي. الفكره دلوقتي لو في نقطه مثلا مش عاجباك او عايز تعدل فيها، انت مش محتاج بقى تعمل عمليات او ترجع للذكاء الصناعي عشان تعدلها. هي حاجه بسيطه، مثلا كلمه مثلا عايز تعدلها هنا، حاجه عايز تراجع عليها، ببساطه تختار كتابه تكست وبعد كده بتعدل اللي انت عايزه. عايز تغير في الالوان، تغير في لون الشريحه، تغير مكان الشريحه كامله، تجيب الشريحه دي مكان الشريحه دي، تخلي دي اكبر، تصغر، تكبرها شويه، تزود عليها كلام، تغير الوانها، تشيل الشريحه دي خلاص مش عايزها، مش مهمه بالنسبه لي. عندي مثلا الجزء الاولاني ده لو عايزين نعدل عليه، نختار اللون مثلا وليكن نخليه احمر، وليكن في التعديلات تعديل السمه. ده بقى هيديك تعديل تفصيلي عن كل حاجه. الصفحه الحاليه اهي مديك تفاصيل تعديل لكل حاجه: الخطوط تعديل تفصيلي، الكتله تعديل تفصيلي، البيانات والرسم البياني وكده، كل حاجه تفصيليه. فده جامد جدا. اللي هو انا مش محترف، انا ما اعرفش اعمل حاجه، وليكن عملت حفظ على كده، حفظت سيفت على كده، عندي اهو الباوربوينت خلصان. لو عايز تزود شريحه، عايز تزود بطاقات، عايز تزود حاجه، عاوز تولد صوره بالذكاء الصناعي وتحطها، عايز تعمل شويه رسم، شويه شغل 3 دي، رسم بيانات، خرائط مباشره، اي حاجه من الحاجات تقدر تعدلها كلها. هنيجي عشان بقى خلاص احنا خلصنا كل حاجه وعملنا كل حاجه، هنختار من مشاركه. هحتاج عشان اصدره تصدير بي دي اف او باوربوينت. باوربوينت دي لسه بيتا، يعني النسخه لسه مش كامله قوي، نقدر نعمله بي دي اف.
تصدير PDF. دلوقتي هيحمل معانا اهو التصدير الخاص بيك PDF. بعد ما عملت له تصدير وتحويل الى PDF نزل اوتوماتيك على الجهاز اللي معايا PDF اهو. تقدر تقلب فيه بقى براحتك. انا كنت ماسح حاجات من هنا، كنت مزود، كنت كده كده مش مهتم بالتفاصيل قوي بتاعته، فانا مسيبه زي ما هو. وتقدر ترجع تاني للويب سايت بسهوله، تكمل بقى تعديلات، عايز تعدل حاجه، عايز تسيب حاجه. كده كده عندك هنا المشاريع اللي انت اشتغلتها قبل كده. لو قفلت وفتحت الايميل تاني بتلاقي نفس المشاريع بتاعتك، محتاج تعدل تعمل عليها حاجه، كل حاجه موجوده. لو مسحت حاجه في سله المحذوفات فيها الحاجات اللي انت حذفها، كل حاجه تمام. ممكن تجرب الويب سايت وتعمل ملف واحد مجانا، او لو عجبك او كله تمام ممكن تقدر تشترك اشتراك شهري او سنوي عن طريق الويب سايت بتاعهم. ايه رايك بقى؟ في اجمد من كده؟ ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب ولايك للقناه. انا احمد زيرو، اشوفك فيديو جديد.